فكرة بقى العفش بتاع المصيف، وان احنا ازاي ان احنا يعني دايما نضرب بيه المثل في البساطة. حاجات خفيفة تقدر انك انت تنقلها من مكان للتاني، عشان كده كانت بتتألق الخامات الخفيفة في هذه الأماكن حتى طبعا الآن، زي مثلا البامبو والغاب، الأنتريهات اللي هي فيها السيقان اللي هي الكبيرة شوية. وايضا هتلاقي الاخشاب بقى بتاعت اسكندريه، الصناعات بتاعت اسكندريه، يعني الحاجات البسيطه بتاعت السراير والتسريحات الصغيره والدواليب الضرفتين والحاجات دي. ايضا هتلاقي بقى فكره الكراسي بتاعت البلاج، وفكره ان الكرسي المنطبق ان انت تقدر انك انت تاخده وتتحرك بيه، تروح بيه البلاج. زمان كان النظام كده وترجع بيه تاني. طبعا كانت كل مشكلته بس ان هو خشب فبيبقى تقيل شويه، لكن احنا كنا مثلا بنبقى متعودين على كده. دلوقتي الحاجات دي اتقلبت طبعا بلاستيك، لكن طبعا كان الخشب هو الامتن. وكان في فكره الكرسي المنطبق ده تقدر انك انت تفتحه على كذا درجه على حسب اختيارك، زي الشيزلونج ممكن تروح لوضع انك انت تبقى مضطجع عليه خالص، وممكن انك انت تبقى قاعد وفي درجات. هذا الكرسي كان طبعا بيتعمل له القعده بتاعته من القماش، متخيطه من عند الظهر ومتخيطه من عند القعده، وبالتالي كان بيبقى فيه مرونه في الحركه وسهوله في انك انت تفتحه وتقفله. والقماش سهل جدا انك انت لو قعدت عليه وانت طالع من البحر او من حمام السباحه، تقدر انك انت بسهوله، هو بيمتص الميه دي، فانت ما بتحسش انك انت متضايق، والهواء بينشف الكرسي وبينشفك كمان وانت متواجد عليه. فكره الشمسيه ايضا اللي كانت تبقى معموله من الخشب والجزء المدبب المعدني فيها من تحت، علشان تقدر ان هي تتغرس بشكل قوي في الارض، ولما يجي الهواء مهما كان قوي ما يطيرهاش، كنوع من طبعا الثبات والامان. الكلام ده كله طبعا، والترابيزات اللي كانت برضو بتبقى منطبقه برضو وليها قرصه خشب، كل ده كان بيبقى متواجد. دلوقتي يمكن اتقلبت الشيزلونجات دي الى البلاستيك. الميزه الكبيره بس في البلاستيك ان هو خفيف عن الحاجات التانية. طبعا مع الوقت برضو بيحتاج ممكن ان هو يبوظ من العوامل الجويه، لكن طبعا في منه انواع وفي منه درجات في المتانه. وايضا الخشب كان ممكن ان هو يتعمل له صيانه من وقت للتاني، لكن زي ما بنقول كانت بتبقى فكره ان هو يعني بيبقى اتقل من البلاستيكات. نروح كمان لفكره اللمه اللي بتتطلب دايما انك انت عايز اساس زياده. هتلاقي في الكنبه اللي بتتفرد سرير دي، ممكن في معظم المصايف بدايات ظهورها كانت بتستخدم في المصايف اكتر حاجه علشان تستوعب عدد كبير طبعا من اللي موجودين. وفي نفس الوقت برضو هنلاقي الى جانب الانتريهات البامبو في الانتريه اللي كنا بنقول عليه طقم اسيوطي، اللي هو بيبقى معمول من الخشب وايديه وكل حاجه ظاهره من الخشب، وبيتحط عليه شيلة وتشال. ده كان بيبقى اخف وكان بيبقى عملي جدا في انك انت ممكن تشيل الشيلت او انك انت تغيرها مع الوقت. فكره المصيف دايما وفكره ان هو بيحتاج صيانه طول الوقت، لانك انت على جو برضو في بحر. الالوان الزاهيه بتاعه الشيلت يمكن انك انت بتحتاج تغيرها. دلوقتي طبعا ظهرت يعني المعالجات اللي بتبقى في القماش، بحيث ان الالوان بتاعته صعب ان هي تروح. كل الحاجات دي ابتدت ان هي تتغير. دايما المصريين والناس كلها في حاله الترندات من قديم الازل، يعني بعد راس البر اللي طلع بقى بعد كده العجمي، وفكره ان هو يعني مكان برضو نائي، وفكره ان الدنيا هناك بقى بيور في وقتها في البحر. يعني الزحمه مثلا تعتبر نسبيا في اسكندريه، لكن في العجمي كان وقتها بقى هو ده الترند، وابتدت ان الشاليهات والفلل اللي هناك مثلا على البحر، والخامات بقى بتاعه البنى اللي تقدر انك انت تستديم فيها فكره الحجر اللي كنا بنقول عليه الدبش. وده يمكن طالع من محاجر قريبه من يعني هذه برضو الاماكن بتاعه الساحل. علشان كده بنرجع لحسن فتحي شيخ المعماريين اللي كان بيقول: حيثما كنت انظر تحت قدميك وابني. انت احسن حاجه ممكن انك هي تبقى معاك في المواد في مناخ ما، هي المواد اللي ربنا اوجدها يعني بالطبيعه في هذا المكان. فلما انت كنت بتاخد من الحجر ده اللي موجود اوريدي هناك وتبني منه، فهذا الحجر ليه استدامه في المناطق الساحليه قدام اجواء البحر. فهتلاقي ان الاحجار اللي كانت معموله بالدبش وقتها طبعا، كل بقى الخامات اللي هي الخفيفه تألقت بقى زي البامبو والشيلت زي ما بنقول، الالوان المختلفه، الشماسي التقيله. كل هذه الاشياء
نرجع ونقول تاني من احتياجات الإنسان، وده اللي بيوجد التصميم، وده اللي بيوجد الحوار اللي بيننا وما بين الخامات اللي حوالينا وبداية تطويرها على حسب الاحتياج، والحكاية دايما تصميم ده.